العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا. وزارة التعليم تدعو المعلمين لتنفيذ التعليمات الصادرة بإضباط. أنشطة نفير تنموي في غردات. تحقيق أممي يخلص إلى أن ضربة جوية فرنسية قتلت 19 مدنيا بمالي. الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل لاحتواء الأزمة السورية. وثوران بركان جبل أوتاكي جنوب غرب اليابان. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم 31 من مارس في مراكز العزل في إقليمي الأوسط وعنسبة إصابة 6 مواطنين بفيروس كورونا. وأصيب بالفيروس 5 في أسمر، 1 في حقات بإقليم عنسبة. هذا وتوفي رجل يبلغ من 84 عاما جراء فيروس كورونا أثناء تلقيه الرعاية الصحية في مستشفى الإقليم الجنوبي. وبذلك بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 3285 شفي، منها 3029 ووفاة 10 مرضى، ولا يزال 246 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 31 من مارس 2021. دعت وزارة التعليم المعلمين تنفيذ إجراءات مكافحة كورونا المتمثلة في الكمامات وضمان نظافة الأيدي والتباعد الاجتماعي مع استئناف التعليم. وقال المدير العام لقسم البحوث وتنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم السيد بطرس حيل مريم حول استئناف التعليم يوم غد الخميس إنه وبالرغم من أن المدارس تتحمل المسؤولية الأكبر لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، فإن على أولياء الأمور تقوية المتابعة والتعاون اللصيق مع المدرسة. وأوضح بأن وكلاء الصحة المتواجدين في المدارس سيكون لهم تعاون مستمر مع أعضاء وزارة الصحة لمتابعة أوضاع المدارس، مطالبا إدارات الأقاليم وكافة الجهات المعنية تعزيز التعاون لتسيير العملية التعليمية بطريقة سالمة. وذكر أن التعليم سيكون في المدن الكبيرة التي بها كثافة طلابية في 3 دوريات، وسيستمر التعليم من الاثنين وحتى السبت إلى نهاية الخريف. وأشار المدير العام لقسم البحوث وتنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم السيد بطرس تجهيز أدوات والمياه في جميع المدارس، مشددا على أهمية دور الإدارات وأولياء الأمور والجهات الأخرى في هذا المجال. دعا السيد محمود إدريس مساعد البيطري في فرع وزارة الصحة بإقليم شمال البحر الأحمر لتعزيز المزارعين مساهماتهم الواعية من أجل إنجاح برامج التطعيم الماشية. وفي اللقاء الذي أجره السيد محمود مع وكالة الأنباء الإريتريا إرينا قال إن الهدف من برامج التطعيم هو مكافحة الأمراض الوبائية والآفات الزراعية وتنمية إنتاج الماشية والحد من الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان، مناشدا المزارعين ضرورة متابعة ماشيتهم وتطعيمها مدركين جيدا أهمية ذلك. وأوضح تطعيم أكثر من 130 ألف ماشية في مديرية الشعب ضد الطاعون البقري والجدري وأمراض أخرى، و7,000 من الكلاب ضد داء الكلاب، مشيرا إلى تقلص اهتمام المزارعين في هذا البرنامج في الوقت الحالي، لذلك يتطلب بذل جهود حثيثة لرفع الوعي ومنحه اهتمام أكبر. وذكر السيد محمود السيطرة على أمراض الماعز والضأن هذا العام في مديريات قندع وفرة وأفعبت نتيجة الحملة الناجحة المنتظمة، مناشدا تعزيز الإدارات المساهمة بفعالية لإنجاح برنامج تطعيم الماشية. وذكر المزارعون بدورهم أهمية التطعيم لترحل ماشيتهم من مكان إلى آخر، مؤكدين العمل لتنفيذ الإرشادات المهنية والتطعيم المقدم من وزارة الزراعة. في إطار توزيع الفراخ الجاري عن طريق وزارة الزراعة للأسر التي ترعاها النساء، أوضح بأنها توجد في وضع جيد في مديرية فرع إقليم شمال البحر الأحمر.
وتوضح المعلومات بأن الفراخ الموزعة مجانا على 75 أسرة يبلغ عددها 1875 فراخ، فيما وزعت لاحقا 2350 أخرى على 54 أسرة بسعر 15 نغفة لكل فراخ. وأوضحت الأسر المستفيدة أنها قامت برعاية جيدة للفراخ بتنفيذ الإرشادات المهنية المقدمة لهن من المهنيين، وقد نمت تلك الفراخ كالمطلوب وتوجد في وضع جيد، فيما تقوم وزارة الزراعة بمتابعة جادة باستمرار. وأشرنا إلى عدم توفر معرفة شاملة عن إنتاج الدواجن في الماضي، إلا أنهن اكتسبن خبرات ثرة بفضل الإرشاد المهني، موضحات بمساهمة كبيرة في حياتهن المعيشية بعد بدء الفراخ الإباضة. من جهته قال مسؤول الزراعة في المديرية السيد تسفاي تولد أن البرنامج هو جزء من البرامج الجارية على مستوى البلاد لتحسين الحياة المعيشية، وأن المستفيدات من البرنامج هن المختارات عن طريق الإدارات. يقوم سكان 15 ضاحية في مديرية غردات بنفير منذ منتصف شهر فبراير الماضي بالعمل يومين في الأسبوع لحماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق. ويشتمل العمل على بناء المدرجات والحواجز المائية في الأراضي الزراعية والجبال، وإعداد الحفر لشتول الأشجار وصيانة الطرق المنجرفة. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد تدروس قبر مريم إنجاز 87% من الأراضي المقرر شملها النفير، ويتوقع إكمال العمل نهاية أبريل. وأكد المشاركون لإيصال العمل إلى نهايته لحفظ كل قطرة ماء واستقرار التربة. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إرتريا في مديرية عد قيح دورة لتعزيز التنظيمات الشبابية وخاصة الشابات. والدورة المقدمة ل24 شاب قادموا من كافة المؤسسات الحكومية تمثلت على اكتساب الوعي السياسي الشبابي وعلم الإدارة ورؤية المرأة في التأطر الشبابي. وقال مسؤول الشباب في المديرية الشاب محرة أب عند مريم إن التأطر الجاري دون فعالية أو متانة التنظيم لا جدوى منه، داعيا الدارسون الاستفادة الجيدة من المعرفة المقدمة لهم ونشرها على أقرانهم. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية عد قيح أن إدارته تسعى جاهدة لتعزيز وعي وتأطر الشباب. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرترية، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. على الصعيد العالمي، أفاد التحقيق للأمم المتحدة أن ضربة جوية نفذها الجيش الفرنسي في مالي في يناير قتل 19 مدنيا تجمعوا لحضور حفل الزفاف، ولم يكن ضحاياها فقط من الجهاديين مثلما أكدت باريس سابقا بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية. وفي نهاية التحقيق الذي أجرته شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي مينوساما بمؤازرة شرطة الطب الشرعية التابعة للأمم المتحدة حول الأحداث التي وقعت في 3 يناير بالقرب من بونتي في وسط مالي، جاء في ملخص التحقيق أن البعثة الأممية قادرة على تأكيد إقامة حفل الزفاف جمع في موقع الضربة نحو 100 مدني، كان بينهم 5 مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى كتيبة صرمة. وأنفت وزارة الجيش الفرنسية الثلاثاء مجددا أن تكون ارتكبت أي خطأ. وأعادت الوزارة التأكيد بقوة أن في 3 يناير نفذت القوات الفرنسية المسلحة ضربة جوية استهدفت مجموعة جهادية مسلحة مصنفة كذلك قرب بونت في وسط مالي. جدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي حقيقي لوضع حد للأزمة السورية، جاء ذلك أثناء اختتام مؤتمر بروكسل الخامس حول دعم سوريا والمنطقة الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، وتشارك الأمم المتحدة في رئاسته أكثر من 50 دولة و30 منظمة دولية في أكبر حملة سنوية لمساعدة المتضررين من الحرب. وسعى المانحون الدوليون لتلبية نداء الأمم المتحدة لجمع أكثر من 10 مليارات دولار بهدف تقديم الدعم للسوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين، مع تزايد الحاجة للمساعدات الإنسانية بعد عقد من اندلاع الأزمة في سوريا. ويكافح جيران سوريا بما في ذلك تركيا ولبنان والأردن والعراق لمواجهة إيواء ملايين اللاجئين الذين فروا من النزاع
وتقول الأمم المتحدة أن 24 مليون شخص بحاجة إلى الدعم في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة بزيادة 4 ملايين عن العام الماضي. وتتعهد أكثر من 50 دولة ومنظمة مالية بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا والدول المجاورة التي تستقبل اللاجئين. كما أعلن الاتحاد الأوروبي بالفعل عن تعهد بمبلغ 560 مليون يورو من أجل سوريا. رفعت السلطات اليابانية مستويات التأهب بعد ثوران بركان بمحافظة كاغوشيما جنوب غرب البلاد. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها رفعت مستوى التأهب للنشاط البركاني بمقدار درجة واحدة إلى 3 درجات على مقياس من 5 مستويات، محذرة الناس من الاقتراب من فوهة البركان. ويأتي ذلك على خلفية ثوران بركان جبل أوتاكي في جزيرة سوانوس بمحافظة كاغوشيما جنوب غرب اليابان، وانطلقت صخور كبيرة لمسافة 1 كيلومتر من فوهة البركان. وحذرت الوكالة من احتمال إلقاء صخور كبيرة في الهواء في حدود نصف قطر بما يبلغ 2 كيلومتر من الحفرة. وتقع جزيرة سوانوس وهي جزيرة بركانية يسكنها عدد قليل من السكان على بعد حوالي 230 كيلومتر جنوب غرب كاغوشيما. الخبر الأخير في هذه النشرة: قال شركة سبيس إكس أن نموذجا أوليا لصاروخ يحمل مركبة فضائية غير مأهولة من طراز ستارشيب أخفق في الهبوط بسلامة بعد تجربة إطلاق من بوكا تشيكا في ولاية تكساس، وبحث المهندسون في الأمر. وكان الضباب يعيق الرؤية أثناء البث المصور، مما جعل من الصعب مشاهدة هبوط المركبة. ويعد ستارشيب واحدا من سلسلة نماذج أولية للصواريخ القادرة على نقل حمولات ثقيلة، والتي تطورها شركة الفضاء الخاصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك لنقل البشر وشحنات بحمولة 100 طن في مهمات للقمر والمريخ بالمستقبل. وانفجر صاروخان SN8 و SN9 من قبل أثناء الهبوط في تجارب سابقة. وكتب ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي أنه بعد تجربة الصاروخ SN11 يبدو أن المحرك الثاني واجه مشاكل في الصعود ولم يصل إلى ضغط غرفة التشغيل أثناء الهبوط. مشاهدينا، هكذا انتهت النشرة. هذه تحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.